بغيت نبدا معاك بواحد السؤال بسيط، سواء كنتي بنت او ولد. شحال من مره نعستي في الليل وانت كتفكر في الحياه اللي بغيتي تعيشها؟ الشركه ديالك، الدار ديالك، فلوس كتر، صحه احسن، حياه مستقره. وشحال من مره فقتي في الصباح وفي عوض ما تبدا تخدم على داك الحلم شديتي التليفون وبديتي كتقلب ساعه جوج ثلاثه. الا كان هادشي كيوقع ليك فانت ماشي بوحدك، كاينين الاف ديال الناس عندهم طموحات كبيره، ولكن حياتهم اليوميه ما فيها حتى اثر ديال داك الطموح. كيهضروا على النجاح اكثر ما كيخدموا عليه، كيحلموا اكثر ما كيتحركوا. وهذا التناقض هو اللي غادي نهضروا عليه اليوم. كيفاش تقدر تكون طموح بزاف وفي نفس الوقت كسول بزاف؟ شنو هو السبب الحقيقي؟ حيت الصراحه الكسل ماشي دائما هو المشكل. خليني نعطيك مثال. تخيل معايا واحد الشاب عنده 25 عام، كل نهار كيهضر على المشروع اللي غادي يدير، كيشوف فيديوهات ديال رجال الأعمال، كيقرأ على النجاح، كيحفظ أسماء الأغنياء، كيعرف قصصهم كاملين. ولكن ملي كيجي وقت الخدمة الحقيقية كيبدا يقول: غدا، من بعد، منين نكون مرتاح، منين تجيني القانة، منين نلقى الوقت. كيدوز عام، جوج، ثلاثة، والو ما كيتبدل والو. واش المشكل في العقل؟ لا، المشكل ان بزاف ديال الناس ولاو مدمنين على التخيل، كيستمتعوا بالحلم اكثر من العمل. كتلقى الواحد كيتخيل راسو مشهور ولا غني ولا ناجح وكيحس براسو مزيان. العقل ديالو كيعطيه بحال مكافأة مؤقتة، ولكن الواقع باقي هو. وهنا كيبدا الإحباط، حيت كل ما كبر الحلم وما كبرش العمل كتزاد ديك المسافة بين الواقع والطموح. وكل ما تزادت المسافة كيولي البدء أصعب. ويمكن دابا كتقول: ولكن أنا فعلا كسول أو لا كسولة. ممكن، ولكن بغيتك تجاوبني على السؤال. إلا جا عندك شي واحد وقال ليك: ها مليون درهم، إذا خدمتي اليوم 10 ديال الساعات واش غادي تبقى كسول؟ الأغلبية لا. إذا المشكل ماشي في القدرة على العمل، المشكل في الدافع وفهم السبب الحقيقي اللي كيخليك تأجل. أحيانا كيكون الخوف من الفشل، الخوف من الانتقاد، الخوف من أنك تجرب وتكتشف باللي ماشي قوي كما كنتي كتصور. وهكا كيبقى الإنسان حابس راسو في مرحلة التحضير، كيخطط، كيجمع المعلومات، كيشوف الدورات أو كيدخل لهم، كيقرا المقالات، ولكن ما كيتحركش. حيت الحركة بصح فيها مخاطرة، أما التخطيط فمريح. وهنا خصك تعرف واحد الحقيقة مهمة: النجاح عمره كان نتيجة الحماس. الحماس راه كيجي وكيمشي، اليوم غتكون متحمس، غدا ما غتكونش متحمس. واش غادي توقف حياتك على حسب المزاج؟ الا درتي هكا عمرك ما غتوصل، ولو الابسط الاشياء. الناس اللي وصلوا ما كانوش كيعتمدوا على الحماس، كانوا كيعتمدوا على الانضباط. كيخدموا حتى الا ما بغاوش، كيقراو حتى الا ما عندهمش النفس، كيمشيو ويترينيو حتى الا كانوا عيانين. حيت فاهمين واحد الحاجة: النتائج كتجي بالاستمرارية ماشي بالحماس. وخا دير حاجة صغيرة يوميا احسن من انك دير حاجة كبيرة مرة في الشهر. مثلا الا قريتي 10 تاع الصفحات كل نهار، في العام غادي تلقى راسك كملتي آلاف الصفحات. الا تعلمتي شي حاجة 20 دقيقة كل نهار، عرفتي شحال من ساعة غادي تجمع حتى المئات الساعات في العام. ولكن المشكل ان الناس بغاو نتائج كبيرة ودغيا، وهذا الشيء كيفشلهم. وكيبدا الواحد بالحماس النهار الاول 10 ساعات، النهار الثاني 6، النهار الثالث ساعتين، اليوم الرابع كتلقاه والو، رجع لنقطة الصفر، حيت دار هدف كبر من طاقته. لهذا بغيت نعطيك واحد القاعدة ذهبية: خلي البداية سهلة، سهلها بزاف لدرجة ما تقدرش تقول لا. الا بغيتي تقرا قرا صفحة وحدة، الا بغيتي تكتب كتب 5 دقائق، الا بغيتي تريني دير 5 ديال الحركات فقط. الفكرة ماشي في الحجم، الفكرة انك تبدا، حيت اصعب حاجة هي البداية، ومن بعد كيولي كل شيء اسهل. دابا بغيت نهضر على واحد العدو خطير بزاف لينا. شكون هو؟ مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم تقدر تضيع 4 ساعات كتفرج في ناس ناجحين،
وتحس براسك خدمتي، ولكن الحقيقة ما درتي والو. الفرجة راه ماشي انجاز، الاعجاب راه ماشي انجاز، الحفظ راه ماشي انجاز، المشاركة راه ماشي انجاز. الانجاز هو انك تخدم. كاين ناس حافظين عشرة ديال الكتب على النجاح ولكن حياتهم ما تبدلاتش. علاش؟ حيت المعرفة بوحدها ما كافياش، خاصك تطبق، خاصك تتحرك، خاص الفعل. اولا اللي كنقولوا ليه حنا المسلمين، خاصك دير السعي وتعاين الكمال من عند الله. بغيتك دابا تفكر في هذا السؤال: فين غادي تكون بعد 5 سنين اذا بقيتي بنفس العادات الحالية؟ نفس التأجيل، نفس الكسل، نفس التبريرات. تخيل داك الصورة، صراحة مخيفة شوية، ياك؟ دابا تخيل العكس، الا درتي غير ساعة مركز فيها في كل نهار على داك الحاجة اللي بغيتي توصل لها، شحال غادي يتبدل في 5 سنين؟ كنظن عرفتي الا ما تبدلش بزاف كل شيء، راه غتبدل بزاف ديال الحوايج. حيت الناس كتحقر قوة الايام الصغيرة، ولكن الايام الصغيرة هي اللي كتخلق الحياة الكبيرة. كل نجاح كبير بدا بخطوات صغيرة، كل مشروع كبير كان مجرد فكرة ومن بعد جاو مراه خطوات صغيرة. كل شخص ناجح كان مبتدئ واحد النهار. الفرق الوحيد هو انه بدا واستمر وكان كيتعلم وهو مستمر. انت ما محتاج تكون عبقري، ما محتاج تكون خارق، ما محتاج تكون عندك الزهر. محتاج غير توقف داك التفاوض وداك كثرة الهضرة مع راسك. حيت كل صباح كتكون عندك جوج ديال الاصوات: صوت كيقول لك نوض خدم، وصوت كيقول لك وباقي الحال شوية. والاغلبية كيسمعوا للصوت الثاني مرة وجوج والف مرة، ومن بعد كيتسائلوا علاش حياتهم ما تبدلات. الحياة ما كتبدلش، القرارات اليومية هي اللي كتبدل الحياة. وكل مرة كتختار فيها العمل بدل الراحة المؤقتة راك كتربح واحد المعركة صغيرة. مع الوقت هاد المعارك الصغيرة غادي ترجع انتصارات كبيرة. وفي الاخير بغيتك تعرف واحد الحاجة: ما كاين حتى واحد جا للدنيا منضبط، ما كاين حتى واحد ناجح ما دازش بفترات ضعف وفشل. الفرق هو ان بعض الناس كيطيحوا وكيرجعوا يوقفوا، والبعض الاخر كيطيحوا وكيبقاو جالسين. اذا كنتي طموح ولكن كسول، ماشي خاصك طموح اكثر، راه عندك الطموح كافي ما شاء الله. اللي خاصك هو حركة اكثر، فعل اكثر، اعذار اقل. بدا اليوم، دابا. ومن بعد ما يسالي هذا الفيديو بغيت منك تختار هدف واحد فقط، خطوة واحدة فقط، وديرها. ما تفكرش بزاف، ما تسناش الحماس، ما تسناش الوقت المناسب. حيت الوقت المناسب عمره ما كيجي، انت اللي غادي تجيبه، انت اللي خاصك تصنعه. وربما القرار الصغير اللي غادي تاخد اليوم هو اللي غادي يبدل حياتك كاملة من مور سنوات. إلا عجبك الفيديو ما تنساش دير الاعجاب والاشتراك في القناة، ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.